طوفيا كراميل صنع منزلي تنافس تاع المحلات. هذا الوصفه خبيوها في عينيكم، راحين تحتاجوها بزاف لتحلياتكم في شهر رمضان المبارك، كما راحين تحتاجوها لحلويات العيد باذن الله. راحين تتحصلوا على 600 غرام من الطوفيا كراميل فقط، غير بشكاره حليب. نبداو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بعدها نبداو في المقادير وفي طريقه التحضير. كما راكم تشوفوا هنايا عندي كيس من الحليب، الحليب العادي تاع 2500. جبت هنايا هذا الكوكوط تاعي راهي ثقيله بزاف، نتوما استعملوا حاجه اللي تكون ثقيله، ومن الاحسن استعملوا الحاجه تاع الانوكس. الحاجه تاع الانوكس مليحه كي تحطوها فوق النار طيب لكم مليح، خير من لي ماتيار الاخرين. حطيت الكيس تاعي تاع الحليب، ضفت عليه 2 كيسان من السكر العادي، حجم الكاس 225 مليلتر، ونضيف عليها ايضا كيس من الخميره الكيميائيه. هذا الكيس ما تستغناوش عليه، يعني راه ضروري في الوصفه. ضفت رشه من الملح لتعديل المذاق، ونخلط بالفوي حتى يذوب لي شويه السكر. بعدها نديها على النار ونبقى نحرك. بالنسبه للنار انا حطيتها على نار متوسطه. يا اخي شفتوا الكويزينير فيها الكانون الصغير وفيها هذوك الزوج متوسطين وفيها الكبير، انا حطيتها على المتوسط. والنار تاعو يعني كانت ماشي ناقصه، كنت مشعلت لها عادي زايدت لها. بصح انا لا كوكوط تاعي يعني قلت لكم راهي ما شاء الله عليها ثقيله، يعني ما تلصق، ما نخاف انه يتحرق لي. نبقى نحرك مع التحريك المستمر. كما شفتوا تتشكل هذيك الرغوه، نحيها باستعمال المغرف، نحيو فقط هذيك الرغوه الكثيفه، لانه الاخرى مع الغليان رايحه وحدها تختفي. راني صورت لكم جميع المقاطع في هذا الفيديو. كما شفتوا الحليب في الاول يكون ابيض، بعدها يبدا يميل للاصفرار، بعدها يولي كي شغل شفاف، وهنا رايح يبدا شغل يتكراميليزا، يعني اللون تاعو راح يميل للباج. شوفوا هنايا راني كنت كل مرحله نصورها لكم. ادالي مده 50 دقيقه وهو فوق النار، 50 دقيقه على نار كما قلت لكم الكانون المتوسط، وكنت زايدت له عادي ماشي منقصت له. هنايا بعد ما تحسوا باللي القوام ثقال بزاف والخليط تاعكم انشف، وتبدا دير هذه الفقاعات، فقاعات كثيفه بهذا الشكل كي شغل رغوه كبيره. هنا نجي نضيف لها نصف ملعقه كبيره من لا مارغرين، نخلطها جيدا. بعد ما تذوب لي هذيك لا مارغرين وتختفي هذيك الرغوه، نطفي على الطوفيه تاعي وتكون جاهزه. هنايا بعد ما نحيتها شوفوا كيفاش تعرفوا القوام. هذا المغرف اللي كنت نخلط به، شوفوا يعني الطوفيه اللي لصقت فيه بعد ما بردت يولي القوام تاعها ثقيل بزاف، وكيما الطوفيه اللي نشريوها من برا. هنا نجي نضيف لها قطره صغيره من عطر الكراميل. بالنسبه لعطر الكراميل تاعي هذا الذوق تاعو جاي من دوزي بزاف، لذلك درت نقطه واحده فقط. نتوما تعرفوا الكو تاع الكراميل تاعكم وما فين تخدموا به. ضيفوا كما قلت لكم كميه قليله فقط. هنايا نجي نوزن معاكم الكميه اللي تحصلت عليها. تحصلت على حوالي 630 غرام. هنا راني نوزن فيها معاكم، هنا راهي مازالت سخونه. فرغوها في طبسي هكذا يكون شويه عريض باش تبرد معاكم. خليوها على راحتها، يعني رايحه تطول باش تبرد. انا دات معايا حوالي 5 سوايع ولا 6 باش بردت، ودات هذاك القوام المكرمل. كما شفتوا هنايا تحصلت على 630 غرام من طوفيا كراميل فقط، بزوج كيسان سكر وكيس من الحليب، يعني شكاره تاع الحليب 2500، زوج كيسان سكر يكونوا حوالي 5000. يعني المقادير ما يلحقوش من 10000. تتحصلوا على 600 غرام من طوفيا كراميل. الذوق تاعها يجي اكثر من رائع، راح نشارك بها معكم عده وصفات. شوفوا هنا بعد ما فاتت عليها حوالي ساعتين، كنت كل ما تفوت عليها فتره نجي نصورها معكم باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش راه، يعني كل ما يفوت عليها الوقت تزيد تثقل وتزيد تولي القوام تاعها هايل، واللون تاعها رائع، والذوق ما نحكي لكمش عليه، يعني طبق الاصل على تاع برا. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها، احتفظوا بها في الثلاجه، راح تبقى معكم مده شهر ما راح يصرى لها والو، لانه الحليب تاعنا راه وصل لدرجه الغليان وتخلط مع السكر، يعني ما تخافوش ما راح يصرى لها والو. هنا كنت عمرت هذه لابواط تاع الصغيره تاع الطوفيه، الوزن تاعها 450 غرام،
والكميه اللي بقات لي احتفظت بها في بلاره واحده اخرى. شوفوا هنا يعني راح فرغتها في لابواط ونخليها تزيد تبرد مليح، بعدها نخبيها في الثلاجه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. سلام.